اقولها اول واحده لما يختار امه مثاليه رقاصه، لما نقول له يا عرس، دي مش شتيمه، ده توصيف. بس انا ما بحبش اكرر الكلمه عشان مشاعر اخواننا واخواتنا بس. يعني انا بكلمهم هم الشعب التاني دي، اقول لهم يلا يا اتباع العرس الله يحشركم على العرس، واللي ايد العرس يبقى ايه؟ يبقى بورس. برضه بقى بس غير الايه؟ طبعا الله. فده توصيف. المهم يعني وفي ادله طبعا من القران والاحاديث هقولها، بس مش موضوعي النهارده. انا موضوعي النهارده ان انا بقول لما بدانا نرد وربنا مكننا ان احنا نرد عن طريق وسائل الاعلام والفيسبوك والتويتر والهاشتاج والكلام ده كله، الحمد لله رب العالمين. ربنا يبارك لكم يا اخوه، الله يبارك في عمركم ويجزيكم كل خير. بيقولوا وصل مليار لغايه دلوقتي. شفت فضيحته؟ شوف عشان تعرفهم كما تدين تدان. اللي بتعمله هيتعمل فيك. لما شتمتوا الريس بابوه وبامه وبمراته وبدينه، وهزقتوه وقعدتوا تتكلموا عليه كلام وحش، شوف ربنا سبحانه وتعالى ابتلاكوا ازاي. الحمد لله رب العالمين. انتوا كل اللي قلتوه على رئيسنا كله كذب في كذب، لكن اللي قلناه على الاله بتاعكم اللي بتعبدوه كله صدق في صدق. فالله يحشركم مع العرس يا اللي زيه. بقول الادله طبعا هقولها ان شاء الله في الحلقه القادمه يعني، لكن انا النهارده بتكلم بس في ايه؟ حته ان احنا لما بدانا نرد